بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنعمل معاكم طريقة تخزين ورق العنب. عندي كيلو ورق عنب هنا. اول حاجة بتنقي ورق العنب اللي لونه فاتح، اللي زي ده كده، الورقة الناعمة ولونه فاتح وتكون ناعمة جدا. ودلوقتي هوريك ازاي تشيلي. بصي الورقة ناعمة ازاي. هعمله بطريقة، بصي كله ما شاء الله كبير وناعم، واللون الفاتح مش الغامق. تختاري الورق الناعم النظيف. دلوقتي بصي هنشيل العين ازاي. ممكن تشيليه بمقص او بايدك كده، وفي ممكن تجيبيه مرصوص جاهز، بس يستحسن ان انت تشوفيه الاول كان ناعم ولا لا، لان بيبقى فيه ساعات بيبقى صغير خالص وخشن كده. تشيليه كده. انا هخزنه بطريقة تانية خالص غير اللي انا كنت بعملها قبل كده. لو عندي منها، بصي تشيلي كده، ترصي كام واحدة على بعض وتشيلي العنق بتاعهم. العصيان دي ما برميهاش، بشيلها والفها واشيلها. كل ما تيجي تعملي ورق عنب، محشي ورق عنب، تضيفي شوية منهم في الحلة، وبيخلي الورق جميل جدا ومزز. بصي انا هلفه برول بلاستيك واوريك الطريقه التانية. ممكن بكيس لو ما عندكيش، لو مش متوفر عندك الرول الاسترتش البلاستيك، تغطي بيه. بصي الورقه الناعمه، بصي لونها فاتح وجميل، بتبقى رفيع، بتبقى خفيفه خالص وناعمه. هجيب الرول كده وارص شويه حلوين كده على بعض، والمهم من الجناب كده، بصي من الجنب من هنا ومن هنا، واخلي الرول يلمس الطرف التاني، والف مع بعضه كده من داخل الرول. بس حسب لو تلفيه كده بحيث ان الطرف الرول يكون من فوق يلمس الورق وانتي بتلفي. لما تيجي تخزنيه هوريكي. بصي تدخليه كده جوه الكيس وتلميه من الجناب، وتلفي الكيس عليه من الجناب. تلفي الكيس وانتي بترولي كده رول اكنك بتعملي، وتطلعي الهوا كده كويس كويس كده. لو عندك استك ممكن تلفيه عليه، ما عندكيش ممكن تلفيه بالرول تاني او تلفيه بخيط. هو يستحسن الرول. تمام كده. وما تيجي تسكنيه في الفريزر، ترصيه فوق بعضه في علبة، وما تحطوهوش لوحده، بيبقى في رف لوحده. وبيبقى فيه فراغ بينه وبين العلبة. ما تكتميش العلبة جامد وتضغطي عليها، لان الحاجات دي بتتكسر. مجرد ما انت بتلمسيها بتتكسر منك في الفريزر. او حاليا لما تيجي تلفيها دلوقتي تلفيها بالراحة خالص. بصي كده هوريكي كمان اهوت. تلفي من الجنب من هنا ومن هنا اكنك بتعملي محشي، بس بتخلي طرف الرول يلمس، وبتلفي من داخل الورق نفسه. تلفي كده وترصيه في علبة، وتغطي العلبة. ما تخليش العلبة مكتومة جامد بيه، لا تخلي فيه فراغ، لان لو حملت عليه هيتكسر منك ومش هتلاقي ورق عنب. هتخليه يبقى يبوظه خالص، هتلاقيه متقطع. تمام كده. وهوريكي طريقة تانية اللي احنا بنعملها، التانية اللي هي العادية. هتجيبي برطمان المتوفر عندك، الكان ازاز او اي نوع، بس يستحسن يكون ازاز، والف رول كده، وهحط ميه مغليه على النار. مجرد ما هي تغلي بس لفي كده رول رول، تطبقي من طرف الورقه من الجنبين، وبعدين تلفيها وتدخليها جوه البرطمان، وتكتمي البرطمان جامد، وتضيفي العنق اللي انت قطعتيه، اللي هي العصيان بتاعه الورق، على الوش. تكتميه بيه جامد، لان انت لما بتيجي تشتري برطمان من محل بتلاقي فوقيه شبكه كده، بحيث ان هي بتضغط الورق لتحت. انت هتضغطيه بقى بالعنق ده والعصيان اللي انت خرجتي اللي انت قطعتيها. وفي طريقه تانية ممكن تعمليها على الميه البارده، بس انا بصراحه جربت كل الحاجات دي. دلوقتي الطريقه دي اللي جميله. لما تشيليه في الفريزر وتخرجيه كده، تكتمي البرطمان اللي احنا رليناه ده، بتطلعيه في ميه مغليه، ياخد غليه بس، وتعملي بتستعمليه اكنه لسه جاي جديد كده. خلصت. عندي هنا ميه مغليه،
ضفت لها معلقه ملح ومعلقه سكر، نص معلقه سكر وربع معلقه ملح ليمون بس، ما بضيفش خل، لان الخل بيدوب معاكي الخضار ويزوده سوا زياده، وتشيليه في التلاجة. ولما تيجي تستعملي البرطمان الاول، لان اللي في الفريزر هيقعد معاكي فتره طويله من السنه للسنه. انا هوريك البرطمانات اللي انا عاملاها قبل كده عندي هنا، اللي انا كنت عاملاه السنه اللي فاتت. عندي كميه والله حلوه جميله، عندي عاملاها في علب كمان. بصي كده، وتقلبي البرطمان الناحيه التانية بحيث ان هو ما يسربش معاكي اهو. تمام كده. واول مره اشوف ده اللي انا عاملاه السنه اللي فاتت، ما شاء الله لسه عندي وجميل. وبتخزنيه في التلاجة، البرطمان بتسيبيه في التلاجة، اللي لفيناه بالرول بتشيليه في الفريزر في علبة في رف لوحده، وما تحطيش عليه اي حاجة. واول مرة تشوفينا لايك وشير وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مطبخ شيزان تاج جديد، مع الف سلامة. بصي ما تنسوش اللايك والشير وتعليقكم الحلو، وكل سنة وانتم طيبين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. واللي عندها اي فكرة او اي حاجة، ممكن احنا كلنا بنتعلم من بعضينا. مع الف سلامة. متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب واشتراك في القناة.